بحس ان محتوى اللي سافروا وبيروحوا لبلاد الغربة عاملين زي القروي الساذج اللي كان مقفول عليه وطلع من الجرة. استعراض بيدل على النقص، يعني قروي وساذج. معاك في دي. كان مقفول عليه، انا برضه كان مقفول. طلع من الجرة، ايوه. حصل. استعراض بيدل على النقص دي بقى، يعني اللي كبيرة قوي وانت محقوق لي فيها جدا يا كريم. مفيش حاجة تعيب اي حد انه كان قروي وساذج ومقفول عليه وطلع من الجرة وطلع بره والكلام ده، ما تعيبش حد. مش هي دي الحاجات اللي بتعيب الناس، يعني مش هي دي الحاجات اللي تعيب الشخص وتعيب يعني وتعيب شخصيته وتعيب اخلاقه. مش هي دي خالص. يعني لو انت فاهم انك مسكت زله، يعني انا من اول يوم طالعه قايله انا ما قلتش ان انا مولوده في امريكا، ما قلتش ان انا عايشه هنا بقالي 20 سنه. انا ما فبركتش اي حاجه في الفاكتس وفي الحقيقه وفي الواقع. يعني ما عنديش حاجه اخاف منها او ما عنديش حاجه استخبى منها. انما استعراض بيدل على النقص. الكلمتين دول اللي انت محقوق لي فيهم، لان انا من يوم ما اتولدت، يعني من يوم ما اتمسكت كده، وانا عمري في حياتي ما حسيت باحساس النقص ولا حسيت ان في حاجه زودت على نفسيتي حاجه. الماترياليستيك، الحاجات الماديه اللي حوالينا دي حلوه، الحصول عليها جميل والاختلافات جميله. مش هقولك الحاجات دي مش مهمه، الحاجات دي جميله ومهمه وضروريه وحلوه، يعني انها تبقى معاك، بس عمرها ما هتصلح حاجه في نفسك. يعني عمرها ما هتصلح احساس بالنقص انت حاسه، هتفضل حاسه. هتبقى راكب العربيه الكاديلاك كده وحاسسها، هتبقى بتركب طياره فيرست كلاس وحاسسها. يعني احساس النقص ده ما بيروحش بالحاجات الماديه. فلو على احساس النقص، وانا عمري ما حسيت بيه. انا ربنا محوطني بنعم من اول يوم اتولدت فيه، وانا ربنا محوطني بنعم لا تعد ولا تحصى، بدايه من اب وام. انت لو قعدت معاهم هتعرف انا قصدي ايه. وهتيجي تعتذر لهم وتقول لهم انا اسف ان انا غلطت في بنتكم. وبعدين المحتوى، انت عايز محتوى يكون عن ايه؟ يعني اللي سافر واتغرب واتنقل النقله، ولا غير مجتمع، ولا غير ثقافه، ولا غير ناس، وغير حياته بشكل كامل وقرر يعمل محتوى، عايز المحتوى يبقى عن ايه؟ عن مثلا عمل الكنافه بالمانجا، ولا طريقه الصيام المتقطع؟ ما اكيد هتبقى عن الحياه والتحديات والاختلافات، وشوفوا بصوا مفيش ناس، وشوفوا بصوا في ناس كده يعني.